ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو سيكولوجية الكلاب او نفسيتهم وطريقة تفكيرهم. لازم تفهم ان كلبك مش مجرد حيوان اليف بتجيبه زي السمك او العصافير اللي بتحطهم في قفص او حوض وتتفرج عليهم من وقت للتاني. الكلب حيوان معقد جدا سلوكيا زينا بالظبط، حيوان عنده مشاعر مختلفة، ذكي جدا، بيفهم وبيفتكر الحلو والوحش، وبيحب يقضي معاك اطول وقت ممكن. اهم مرحلة في تربية كلبك هي اول سنتين من عمره. السنتين دول هما اللي هيحددوا سلوك كلبك هيبقى عامل ازاي، وعلى اساسه يا هيريحك يا هيتعبك طول عمره. الكلب من الحيوانات اللي عندها ذكاء عاطفي واجتماعي، يعني بتتفاعل مع كل الكائنات اللي حواليها وعلى اساس ده بتاخد قراراتها. اوعى تضرب كلبك وهو صغير، ده هيأثر على نفسيته بالسلب وهيطلع خواف جدا او شرس جدا، ولكن استخدم اسلوب الثواب والعقاب كبديل. الثواب بيبقى اكل او لعب، والعقاب بيبقى تجاهل او حرمان من اللعب. اوعى تسيب كلبك لوحده لفترات طويلة من غير ما يشوف ناس او كلاب تانية او حيوانات تانية ويتعرض لكل اصوات الشارع، لان كل ده بيبني ثقته بنفسه وبيخليه هادي. لو رايح لحد وعنده كلب حراسة كبير لازم تحترم مكانه وما تحاولش ان تتعدى عليه او تعمل حركات واصوات مفاجئة، وتبقى هادي جدا، لان الكلاب بطبيعتها بتكون حذرة ايا كان نوعها في منطقتها وبتحاول تحميها. وانت لو عندك كلب وفي حد جاي يزوركم لازم تقدمهم بالراحة ويكونوا قاعدين هادين لحد ما يشمهم ويطمن لهم ويبقى كله تمام. لازم كلبك يعرف انك القائد في العلاقة بينكم، والا مش هيسمع كلامك نهائي. الموضوع ده هيحصل بالتدريب وخطوات معينة، زي وانت بتأكله وتشيل اكل من قدامه وتخليه يقعد تديهوله تاني. كمان ما يطلعش من باب البيت قبلك، انت تطلع الاول وبعدين تديله امر الطلوع، وهكذا. ما تنساش ان الكلاب كائن اجتماعي وما يحبوش الوحدة نهائي، فلو بتسيبه وقت طويل حاول يبقى عندك كلبين عشان يسلوا بعض يلعبوا مع بعض. من الافضل ان يكون عندك اكتر من كلب، لان في حاجات في سلوكيات الكلاب بتعلمها لبعض، ده غير لعبهم مع بعض وتفريغ طاقتهم اللي هيوفر عليك وقت كتير. ولكن لازم تتأكد انك لو عندك نوع مسيطر يكون عندك معاه نوع غير مسيطر، وهنتكلم عن انواع دي بعدين. ويستحسن انك ما تجيبش ذكرين مع بعض او نتايتين مع بعض، يستحسن ان يكون عندك ذكر وانتايه. الكلاب عائلتها عائلة القطيع، فكل الحاجات دي هتساعدك انك تبقى المسيطر عليه، وده هيخلي تربيته ممتعة بالنسبة لك مش متعبة. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.